أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الكرام، كي دايرين بخير؟ نحبكم تكونوا بخير وعلى خير، الله يعزكم. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم ولي كومونتير اللي كتخليو ليا ولي لايك والله يعزكم، تبارك الله عليكم. ما نطولش عليكم في المقدمة، ندخل مباشرة لتتمة السرد. بقيت في داك المؤسسة باش نوضح لكم. كاين داك الفيرما، داك نسميوها فيرما واحة، هي فيها النخال وفيها الغلة، وكانوا الأسرى كيخدموا فلاحة فيها، وكيديروا بوليساريو، كيديروا واحد النظرية فاش كيجي شي وفد باش يعاونهم في المسائل الفلاحية وداك الشيء، كيجيبوهم باش يوريوهم داك الضيعة الفلاحة، انتاج ديال الخيزو وديال اللفت وديال الدنجال وديال الفلفله ومطيشه والمسائل هذه. كيحيدوا المحابس، يحيدوهم من تما ويدخلوهم بلي كومبيليزون، دايرين لي كومبيليزون وشادين الصادات وشادين الاخر، كانهم هما العمال ديال داك الاخر، ولكن هما هي كيديروا داك الشيء غير للتصوير. من العمال الحقيقيين هما الأسرى. إلا كيدوز داك الوفد يمشي يردوهم هاي بالغوات والضرب الآخر باش يداركوا داك الشيء الوقت اللي ضيعوا من حد كان داك الوفد اللي جاي يزورهم. المهم كان هذيك الضيعة كان لاصق معها المشروع ديال الدجاج والبيض، وكان لاصق معها كذلك استقبال. هاد الاستقبال ديال الوفود اللي كيجيوهم بعثات دبلوماسيه ديال بحال غادي نعطيكم واحد القصه وقعت جيمس بيكر كان جا عندهم في رمضان، وهما داروا له مأدبة غداء، وجدوا له الغداء تما. وغادي نقول لكم بان الوقت اللي كان بحال دابا في المثال فاش كيكون غادي يجي جيمس بيكر، ولا فاش جا كوفي عنان، ولا فاش كيجي شي مسؤول اممي كبير، شنو كيوقع؟ كيديروا اجتماع ديال الامانه العامه ديال البوليساريو تما في هذا الاخر، ومعاهم ضباط ديال الجزائر. كيديروا اجتماع تما وكيحدوا لهم النقاط فاش غادي يتناقشوا. ما تخطاوش هاد النقاط هادو فاش تناقشوا، والمكان كيشمعوه، ممنوع يدخل شي واحد تما، لا بوليساريو ولا اي كان. تيجي الوفد اللي غادي، المخابرات الجزائريه هي اللي تفتح الوفد اللي غادي يجي اممي، هي اللي كتفتح له داك الباب، كتكون مشمعه باش ما يدوز حتى واحد من تما، باش يحط شي واحد شي ميكروفون ولا يحط شي واحد شي حاجه. داك الشيء هما كيديروا داك الاحتياطات ديالهم كامل. المهم نكمل لكم على هذه ديال جيمس بيكر. دايرين لهم مأدبة غداء تما. ايوا جا هو شاف الاخر، جلس ناقش معاهم، فاش سالاو مأدبة غداء. دخلوا للريفيكتوار، المكان فين غادي ياكلوا. فاش دخلوا داك المسؤولين ديال البوليساريو سبقوا للطابلات، جلسوا، بداو بسم الله، بداو كياكلوا. وهو جيمس بيكر ما كلاش، هذه راه المشاهده ديالهم، لان من داخلهم كيخرج الهضم. هو بقى ما كلاش، قالوا له تفضل تاكل. قال لهم لا، انا فاش كنكون في دوله مسلمه كنلتزم بالاسلام ديالهم، كنحترم الديانات. مالو هذا شهر رمضان، شهر الصيام، كتصوموا على الاكل، انا راه ملتزم باحترام الديانه باش ناكل. وهما بقاو كيتاكلوا، خرجوا كيتاكلوا، وشمتنا حنا مزروبين جرينا كلينا. هادي بقاو كيتقطعوا بوحدهم، بجاست بسيط داروا لهم داك جيمس بيكر. المهم بزاف ديال
الاخر كان جا واحد الوقت نصبوا داك السفير ديال فنزويلا، عرفتي نفس المشكل كان وقع لهم واحد الفلاش تمايا، وهو حيدوا الاسرى اللي كيكوزنوا اللي كيطيبوا واللي الاخر، ودخلوا هما اللي يطيبوا زعما الاخر وحرقوا الماكله. صدق داك الماكله كاع جات مشوطه فيها الريح الاخر، ولاحظوها عليهم الجزائريين وما يرضاوهم كاع عليها والاخر. من تما مابقاوش كيحيدوا، لان من تما مابقاوش يحيدوا الكوازنه، كيخليوهم في الكوزينه ديالهم كيطيبوا كيوجدوا المسؤولين اللي يجوا من هذا. ما بالنسبه لهم هما ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه، لا هما لا الجزائر اللي دايرهم تمايا، وهما آلة في يد الجزائر. الجزائر هي كل شيء، ما كانش شي حاجه اللي دار في المخيمات ولا في النظام ديالهم الكبير من غير إلا ما كانت يد الجزائر تما هي اللي تخطط لداك الشيء، هي اللي تعطيهم الفافار. تصور على ان المؤتمر ديالهم كان واحد سولني على ايوب الحبيب ولد الحبيب. ايوب ولد الحبيب في المؤتمر ديالاش من تاريخ بالضبط، على ما اعتقد المؤتمر ديال 94 ولا في هاد لي زونفيرون، كان دار مؤتمر في 12 اكتوبر باش غادي يديروا الانتخابات ديال الرئيس والبرلمان والحكومه، تشكيل الحكومه. داكشي مؤتمر ديال 12 اكتوبر. الوقت اللي داروا داك المؤتمر هما كانوا باهي الله يواليه برحمه الله، محمد احمد باهي الصحافي المغربي اللي كان تا هو مشدود، انا كنت هضرت لكم عليه. هو كان خلق لهم واحد الاخر في المخيمات بالباله، خلقها لهم على الرئاسه الامانه العامه والرئاسه اللي هي فيكس ما كتبدلش. دونك هنا الجزائر هي اللي كتحكم. الا كنا حنا احرار وكنسيروا راسنا، خصنا نحيدوا الرئيس ونديروا حكومه اخرى جديده. ومشاو على هذا الاساس هذا بانهم غادي يبدلوا الرئيس، وجات بعثه ديال الجزائر فيها 4 الوزراء ولا الاخر، وفد ديال الجزائر فيه عده وزراء، وهما اللي ولاو قالوا لهم الرئاسه ووزاره الدفاع هادو ما يتكلم فيهم حتى شي واحد. الوزارات الاخرين نصبوا الوزراء اللي بغيتو، ولكن هادو وزير الدفاع والرئيس ممنوع يمس فيهم شي واحد. هادو ديالنا حنا الجزائر، حنا اللي نعينوهم. هادي الاخر وناض بشير مصطفى السيد وأيوب الحبيب، لأن أيوب الحبيب عينوه والي ديال ولاية أوسرد. ولاية أوسرد فاش عينوه ريفز ما بغاش، رفض لهم باش يشد والي ديال ولاية أوسرد. قال لهم الوقت اللي كان القرطاس والحرب زيد أيوب، دير أيوب، سير من هنا أيوب، جي من هنا أيوب. أيوب بطل داك الساعة، ودابا تجيبوني نقابل لكم العيالات في المخيمات. هذاك المنصب كنرفضو، كنقبلوش. البشير مصطفى السيد قال لهم حنا بغينا نعرفوا راسنا واش حنا حاكمين ولا محكومين. الا كنا حاكمين راسنا حنا كنتاخذوا القرارات ديالنا، وإلا كنا محكومين نعرفوا راسنا باننا محكومين. هو وأيوب الحبيب وخرجوا من المؤتمر، هربوا بجوج بيهم. أيوب ولد الحبيب مشى للناحيه ديالو، حيت الناحيه ديال أيوب ولد الحبيب كان فيها الا ولاد القبيله ديالو، العسكر اللي معاه الا ولاد القبيله ديالو، الاغلبيه الساحقه من القبيله ديالو. ومشى دخل وسط منهم
وبقى في وسط منهم عنده الجمال ديالو جمعهم تمايا والحية ديالو كاع جمعها. الاخر مشى هرب لموريتان حيت عنده عنده واحد الاخر ديال نيسان، ديك الشركة ديال استيراد السيارات والحديد من اليابان ديال موريتان. نيسان راه ديال البشير مصطفى السيد اللي كان في موريتان، وهذاك هو السبب ديال ايوب الحبيب باش غادي يلتحق بارض الوطن. بقى تما واحد المده، راه ما كانش اللي قد يقرب عنده، موجه الناحيه ديالو مسكورتيه منهم، الا جاو غادي يطاحن معاهم، ما كانش داير بانه هو غادي يسلم روحو ولا يتفاهم معاهم ولا. كانت المفاوضات ديالو مع المغرب، والوقت اللي تفاوض هو المغرب وتفاهم معاه ساق الإبل ديالو الجمال ديالو الاخر ودخل معاه واحد العدد ديال الناس الحاشيه المقربه ديالو، ودخلوا في اطار ان الوطن غفور رحيم. وهو ايوب الحبيب كان من اشد المتشددين. ايوب الحبيب دفن 3 ديال المغاربه حيين، المنقار حفرهم بيديهم ودفنهم. راه داك الدار يتقابلوا، راه بقى واحد من داك 3 حي، وراه تجيب المناسبه ونصادفوا يهضر معكم وهو يحكي لكم كيفاش وقع. وهذا نخليوها هنا الى الحلقه المقبله ان شاء الله.